طيب نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. إحنا هنا كده قدامنا الوحدة الأولى بنتكلم فيه عن النشاط الزراعي والموارد في العالم. طبعا الجزء ده هو جزء عبارة عن جزء مراجعة. تمام. السؤال الأولاني بتاعنا ده علامة صح أو خطأ. إحنا هنا قدامنا مجموعة من الأسئلة والأجوبة، بحيث ان احنا نبقى عارفين السؤال جاي بأنه طريقه وايه الحل الصحيح بتاعه ان شاء الله. طيب فقدامي هنا بيقول لي السؤال الاولاني ضع علامه صح او خطا امام العبارات الصحيحه، عباره صح امام العبارات الصحيحه وعلامه خطا امام العبارات الخاطئه مع التصويب. طبعا لو في خطا احنا هنصوب هنصوب الخطا. طيب بيقول لي هنا تعد قاره اسيا اكبر قارات العالم انتاجا للقمح والقطن. طبعا هنا ده عندي صح. طبعا بالنسبه للصين والهند. يقول لي تتركز زراعه القطن في قاره اوروبا وتعد الهند اكبر الدول المنتجه فيها. طبعا لا، هي قاره اسيا. تسود الزراعه الكثيفه في المناطق الحاره على هوامش الغابات الاستوائيه. لا، الزراعه طبعا غلط، لان الزراعه الكثيفه او هنا على هوامش الغابات دي اللي هي الزراعه البدائيه والبسيطه. انما الزراعه الكثيفه في المناطق الحاره والمناطق المعتدله. سؤال رقم 4 بيقول لي هنا تحتل الصين المركز الأول في إنتاج القمح، صح؟ سؤال 5 يزرع قصب السكر في معظم قارات العالم ما عدا قارة أمريكا الجنوبية، لا خطأ، هي ما عدا قارة أوروبا لعدم ملائمة الظروف المناخية لزراعته. سؤال رقم 6 تعتمد أوروبا على القصب في إنتاج السكر، ده غلط، لا هي أوروبا بتعتمد على بنجر السكر في إنتاج السكر. سؤال رقم 7 تعد مصر من أكبر الدول الأفريقية المنتجة لبنجر السكر. طبعا هنا من الدول الأفريقية، طبعا ده صح، وده بيزرع في شمال الدلتا، وده بسبب ملائمة الظروف المناخية ملائمة الظروف المناخية لزراعته. البرازيل أولى دول العالم إنتاجا لقصب السكر، طبعا صح، وهي أولى دول العالم إنتاجا أيضا لمحصول السكر. سؤال رقم 9 تعد أوروبا أولى قارات العالم إنتاجا للبنجر من السكر، وتعتبر إيطاليا أولى الدول. طبعا لو قال لي أوروبا بس تبقى صح، إنما لو ما يجيب لي هنا إيطاليا غلط، لأن فرنسا هي أولى الدول إنتاجا للقصب من البنجر. يعد القطن من المحاصيل المدارية لإنتاج الخيوط، تستخدم في صناعة المنسوجات، صح. القمح والذرة من الحبوب الغذائية، بينما قصب السكر والبنجر من المحاصيل السكرية، صح. الولايات المتحدة الأمريكية أولى دول العالم إنتاجا للذرة، وطبعا تستخدمه كعلف للماشية. سؤال رقم 13 كان الهدف الرئيسي لممارسة الإنسان لنشاط الاقتصادي في الماضي هو تحقيق حاجته الأولية. طبعا هنا هي إشباع حاجة الإنسان الأولية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. سؤال 14 السبب الأساسي لتنوع المحاصيل في الزراعة هو تنوع التربة. لا، مش تنوع التربة، هو تنوع المناخ. السبب الأساسي هو تنوع المناخ. إنما طبعا في محاصيل بالنسبة للتربة تنوع بس الأساس عندي هو تنوع المناخ. سؤال رقم 15 ارتبط تنوع النشاط الاقتصادي بزيادة عدد السكان. طبعا هنا صح. يزرع الذرة في كل قارات العالم ويعتبر مصدر غذاء مباشر أو غير مباشر للإنسان، طبعا صح. طب إزاي غير مباشر بالنسبة للإنسان؟ قال لي طبعا غير مباشر بالنسبة للإنسان لأنه يستخدم كعلف للماشية. فالحيوانات بتاكل الذرة وبيديني، حيوانات بتاكل طبعا الذرة وبيديني إنتاج. طب إنتاج مباشر أو كمان ان هو الذره بيتعسر، اللي هو بيديني بيديني زيت الذره. طيب السؤال الثاني بما تفسر. تمام. طيب السؤال الثاني عندي اللي هو بما تفسر. بيقول لي هنا مارس البشر العديد من الانشطه الاقتصاديه البدائيه في الماضي. هقول له طبعا هنا الجمله الاولانيه اللي المفروض تتقال هنا لاشباع حاجته الضروريه من الطعام، طبعا لان الطعام والشراب اهم العوامل استمرار الحياه. انا هنا هكتفي فقط، ممكن اكتفي باللي هو الجزء الثاني ده لاشباع حاجاته الضروريه. السؤال الثاني يعد النشاط الزراعي من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه اللي موجوده في العالم.
قال لي طبعا هنا النشاط الزراعي مصدر رئيسي لغذاء الانسان بجانب الاسماك والحيوان، مصدر للمواد الخام التي تدخل في الصناعه او تقوم عليها الصناعات المختلفه زي القطن، زي السكر، زي الكتان، زي الاخشاب نفسها، زي المطاط. كل ده طبعا هنا تربيه الحيوان ايضا ترتبط بالايه بالزراعه. السؤال الثالث، تحتاج الزراعة الكثيفة إلى أيدي عاملة كثيرة. طبعا هنا لأن العمليات الزراعية بتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، حيث تقوم بتنقية الحشائش، رعي الأراضي الزراعية، وبذر الإيه؟ بذر الحبوب. يبقى هنا الزراعة الكثيفة بتحتاج إلى أيدي عاملة وفيرة، هنا طبعا بسبب إن هي بتدخل في عمليات متعددة، إن أنا تنقية الحشائش، بروي الأرض الزراعية، وبذر الحبوب، وكل دوت طبعا بيحتاج لأيدي عاملة وفيرة. تتميز الزراعة التجارية بالتخصص في محصول واحد، قال لي طبعا هنا لأنها تهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. فالزراعة التجارية الهدف منها إنتاج تجاري ضخم، ولذلك هي بتتخصص في محصول واحد فقط، بتحدد الجهود بتاعتها. السؤال الخامس، تزرع الأرض في مناطق الزراعة الكثيفة أكثر من مرة في العام، طبعا هنا لسد حاجة السكان من غذاء، وطبعا الهدف منها الاستهلاك المحلي فقط. السؤال السادس، هو هنا عدم وجود فائض للتصدير في المناطق الزراعيه البسيطه والكثيفه. طبعا هنا لان الزراعه البسيطه والكثيفه الهدف منها اشباع حاجه السكان من غذاء. يبقى السؤال هنا عدم وجود فائض. طبعا هنا الزراعه البسيطه والزراعه الكثيفه الاثنين هدفهم استهلاك المحل فقط، فطبعا ما فيش فائض موجود عندي للايه؟ للتصدير. سؤال السابع بيقول لي هنا القطن في مصر والسودان من أجود أنواع القطن اللي موجود في العالم. أقول له هنا بسبب شهرة مصر والسودان في إنتاج القطن طويل التيلة. تنتج قارة أوروبا كميات كبيرة من السكر. ده سؤال. او تتركز صناعه البنجر في اوروبا وامريكا الشماليه. طبعا السؤال الاولاني هنا تنتج قاره اوروبا كميات كبيره من السكر، هنا بسبب زراعتها لبنجر السكر. هنا السؤال الثاني، تتركز صناعه البنجر في اوروبا، بس هي صناعه السكر من البنجر في اوروبا وامريكا الشماليه بسبب ملائمه الظروف المناخيه لزراعته، لان البنجر طبعا بيحتاج درجه حراره معتدله وتربه زراعيه ملائمه للزراعه. يبقى هي تنتج اوروبا كميات كبيره من السكر هنا بسبب اعتمادها على بنجر السكر في الايه؟ في صناعه السكر. اهميه القمح لمعظم شعوب العالم، هنا يستخدم في طبعا كغذاء رئيسي لمعظم شعوب العالم، يصنع منه الخبز، وطبعا يستخدم في انتاج المكرونه والحلويات. السؤال العاشر بيقول لي الأهمية الاقتصادية للقطن أو لمحصول القطن من محاصيل الألياف الهامة. طبعا يستخدم في إنتاج الخيوط اللي بتصنع منها الملابس والمنسوجات، يصنع من مخلفاته علف للحيوان، ومصدر لاستخراج زيت بذرة القطن. 11، انخفاض التكاليف وقلة العمالة في الزراعة التجارية والعلمية. طبعا هنا لأن الزراعة التجارية والعلمية بيستخدم فيها الطرق العلمية والآلات والآلات الحديثة طبعا في عملية الزراعة، فده كل بيؤدي إلى قلة العمالة. تعرف الزراعة التجارية العلمية هنا بنظام الزراعة الواسعة. ماشي، الهدف منها إنتاج تجاري ضخم، التخصص في محصول واحد، وبسبب اتساع الأراضي اللي موجودة فيها. يبقى زراعة واسعة، الهدف طبعا بتتم في أراضي واسعة، تتخصص في محصول واحد، والهدف منها الإنتاج التجاري الضخم. تجود زراعة قصب السكر في البرازيل. احنا زي ما قلنا كده ان كلمة تجود او عدم وجود او مش عارف ايه، هقول له هنا بسبب ملائمة الظروف المناخية لزراعته، وبعدين اروح قايل له بقى ايه هي الظروف المناخية الملائمة لزراعته، زي تبقى حرارة مرتفعة ومياه وفيرة. ماشي. طيب قصب السكر يزرع في معظم قارات العالم ما عدا قارة أوروبا، طبعا لأنه عدم توفر شروط زراعته أو عدم ملائمة لقارة أوروبا لزراعته، لأنه يزرع في المناطق المدارية، لأنه بيحتاج إلى حرارة مرتفعة ومياه ري وفير. 15، هنا تعد الصين أولى دول العالم المنتجة للشاي بسبب توفر الظروف الملائمة لزراعته.
طب بيحتاج ايه الشاي ده؟ قال لي ده بيحتاج تربه خصبه خفيفه، مناخ حار، هواء رطب، ومطر غزير. الزراعه مصدر هام للمواد الخام، طبعا بتدخل فيه صناعات كثيره، ماشي، قصب السكر، المطاط، والالياف. طيب ده كده اللي هو السؤال الثاني، اللي هو بما تفسر. السؤال الثالث: صوب ما تحته خط. يعني الكلمه اللي هي تحتها خط ديت خطأ، فانا هعدلها. هنا بيقول لي تعرف الزراعه الكثيفه بنظام الزراعه البدائيه، والهدف منها الانتاج التجاري الضخم. طبعا غلط. هنا الزراعه الصح هنا، اللي هنا الزراعه الكثيفه. طبعا هنا الزراعه دي بدل كلمه الكثيفه اللي هي التجاريه والعلميه او الايه او الواسعه، علشان اقولها. انما لو قال لي تعرف الزراعه الكثيفه، طبعا الهدف من الزراعه الكثيفه مش الانتاج التجاري الضخم، هو الاستهلاك المحلي دون وجود فائض للتصدير. يبقى هنا الخط المفروض يكون عند الزراعه الكثيفه، مش الزراعه مش الانتاج التجاري الضخم. السؤال اللي بعد كده: تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم إنتاجا للشاي من الغابات الاستوائية؟ لا طبعا، الشاي موجود في قارة آسيا أي نعم، بس موجود في الهند، فهو موسمية. إنما الحاجة اللي موجودة في الغابات الاستوائية زي زي المطاط. يزرع قصب السكر في المناطق المعتدلة الباردة؟ لا، ده في المناطق المدارية الحارة. تتركز صناعة البنجر في قارة أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية؟ لا، ده في أوروبا، وطبعا بتعتمد عليها أوروبا وأمريكا الشمالية في إنتاج إنتاج السكر. القمح والذرة وبنجر السكر وقصب السكر محاصيل ألياف؟ لا، دي كلها محاصيل غذائية. طيب لأن طبعا ما فيش حاجة مرتبطة بيها مع بعضيها غير إن هي محاصيل محاصيل غذائية. طيب اكتب ما تشير إليه العبارات اللي هي الديفينيشن او اللي هي الساينتفك تيرم. طيب فبيقول لي هنا: زراعه يقوم بها عدد قليل من السكان على هوامش الغابات، دي الزراعه البدائيه او الزراعه البسيطه. زراعه يعمل بها عدد قليل من السكان في المناطق الحاره الصغيره المعزوله، دي برضه الزراعه البدائيه والبسيطه. زراعه الارض بشكل مكثف واكثر من مره في السنه لاشباع حاجه السكان من الغذاء، ديت يطلق عليها الزراعه الكثيفه. تعرف بنظام الزراعة الواسعة، والهدف منها إنتاج تجاري ضخم، اللي هي الزراعة التجارية والعلمية. يستخرج من عصارة أشجار استوائية ويصنع منه إطار السيارات، ده المطاط. طبعا أمريكا الشمالية أولى قارات العالم إنتاجا له، وهو الذرة، زي ما قلنا إن هو بيستخدم كعلف للماشي. سؤال الخامس اللي هو ما النتائج، وما النتائج ديت أجاوب عليها بأدى إلى. فبقول له هنا: معرفة الإنسان للزراعة أدى إلى استقرار الإنسان بجانب الأراضي الزراعية على ضفاف الأنهار، وطبعا أقول له أدى إلى قيام العديد من الحضارات القديمة، زي مثلا الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد الرافد. صغر مساحة الحقول الزراعية، طبعا في مناطق الزراعة الكثيفة، هقول له هنا: صعوبة استخدام الميكنات والآلات الزراعية والاعتماد على الأيدي العاملة الكثيرة. استخدام الطرق العلمية والآلات في الزراعة التجارية والزراعة العلمية، قال لي هنا أدى إلى إنتاج تجاري ضخم، قلة الأيدي العاملة وقلة التكلفة. الأهم في الثلاث نقاط دول هو الإنتاج التجاري الضخم. تمام؟ طيب السؤال الرابع: استخراج المطاط الطبيعي من عصارة أشجار استوائية، هقول له هنا يعتبر أو يستخدم في صناعة إطارات السيارات والطائرات وصناعات أخرى. تعدد العمليات التي تتم في الزراعة الكثيفة، طبعا ده أدى إلى كثرة الأيدي العاملة. وقوع قارة آسيا ضمن إقليم المناخ الاستوائي والمداري بالنسبة للإنتاج الزراعي، هقول له هنا أصبحت من أكبر قارات العالم إنتاجا للقطن، محصول مداري، قصب السكر، والمطاط، طبعا إنه يستخرج من أشجار استوائية. السؤال اللي بعد كده اللي هي: ما العلاقة بين الزراعة الكثيفة والأيدي العاملة؟ هنا لما الاقي العلاقه بيبقى عندي اما هي علاقه سببيه او علاقه نتيجه. العلاقه هنا اما علاقه سبب او نتيجه، يعني بيجي ليك جملتين جنب بعض، اما واحده سبب للثانيه او واحده نتيجه للثانيه. فهنا بيقول لي الزراعه الكثيفه والايدي العامله. طيب ها، شوف كده الدنيا فيها ايه. وطبعا هنا الزراعه الكثيفه والايدي العامله، فقال لي هنا في جملتين لازم ممكن يتقالوا. تحتاج الزراعه الكثيفه الى ايدي عامله كثيره
نظرا لانها تقوم بالعديد من العمليات زي تنقيه الحشائش، بذر البذور، وري الارض الزراعيه، او ان الزراعه الكثيفه بتعتمد على الايدي العامله بسبب صعوبه استخدام الالات الحديثه. اختار الإجابة. هنا تعد قارة أمريكا الشمالية أولى قارات العالم إنتاجا. طبعا القطن ولا القمح ولا الذرة ولا البنجر؟ طبعا أنا عندي هنا أمريكا الشمالية هي الذرة، ويستخدم كعلف للماشي. أولى قارات العالم إنتاجا للمطاط قارة آسيا ودولة أولى الدول. طبعا عندي هنا تايلاند. أهم دول العالم إنتاجا للقطن في قارة آسيا، عندي الصين والهند، مش الصين واليابان. أهم دول العالم إنتاجا للقطن الصين والهند، مش الصين واليابان. الموطن الأصلي لمحصول الشاي، طبعا عندي شرق آسيا. ماشي. طبعا الصين. ومن المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه طبعا مطاط وشاي وبن، طبعا كل ما سبق. تنتشر الزراعه الكثيفه في المناطق، الزراعه الكثيفه بلاقيها في المناطق الحاره والمناطق المعتدله معا. انما في المناطق الحاره بس هلاقي ان هي الاشجار او الزراعه البدائيه او البسيطه. تمام. عندي توجد الزراعه البسيطه زي ما هو لسه بنقول في المناطق الحاره على هوامش الغابات الاستوائيه. أهم دول أفريقيا في إنتاج القطن ألاقي هنا مصر. طبعا بتلاقيها السودان، وده بسبب ملائمة الظروف المناخية لزراعته، خاصة وجود مياه نهر النيل. أولى الدول المنتجة للبنجر في أفريقيا برضو هنا مصر، وهو بيزرع في شمال الدلتا، وده بسبب أيضا ملائمة الظروف المناخية لزراعته. السؤال العاشر: تتميز الزراعة إيه بضيق المساحة المزروعة؟ طبعا الزراعة البسيطة ضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها. من محاصيل الزراعة البدائية اليام والذرة والموز والكسافة، طبعا كل ما سبق كلهم من محاصيل الزراعة البدائية. محاصيل الزراعة الكثيفة القمح والرز والقطن. محاصيل الزراعة التجارية والعلمية طبعا القطن والمطاط والشاي. محاصيل الألياف القطن والكتان. طيب، السؤال اللي هو رقم 15: تحتل أمريكا الشمالية المركز الأول في إنتاج الذرة، وده بسبب اتباعها للأساليب العلمية الحديثة. طبعا عندي أمريكا الشمالية من أهم مناطق أو أولى قارات العالم إنتاجا للذرة، ويزرع في بهدف طبعا الإنتاج التجاري الضخم، ويستخدم كعلف للماشي. يتشابه محصول القمح ومحصول الذرة في الانتشار في معظم قارات العالم. ماشي. القمح والذرة طبعا لأنه هو من محاصيل مناخ، مثلا مناخ معتدل، تربة خصبة، ومياه موجودة. ماذا يحدث إذا تحولت مصر من نظام الزراعة الكثيفة لنظام الزراعة التجارية؟ طبعا هديله المميزات بتاعة الزراعة التجارية، اللي هو أولها إن كفاية الإنتاج. إن مصر تقوم بتصدير الإنتاج إلى الخارج. انخفاض التكلفة وقلة الأيدي العاملة. طيب، سؤال هنا: ما مقترحك؟ وده من الأسئلة المهمة اللي أنا بقول له اقتراحي، ولكن بما لا يخالف رأي المنهج أو رأي الكتاب. تمام. فبيقول لي هنا: ما مقترحك لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي؟ اقول له ايه؟ هقول له طبعا استخدام الاساليب العلميه الحديثه في عمليات الزراعه. هقول له هنا الاعتماد على الزراعه العلميه والتجاريه، استيراد انواع جيده من البذور لرفع القيمه الانتاجيه لها. طيب، ايهما افضل ولماذا؟ طبعا كل الاسئله ديت هي آه، اسئله لمعرفه المستويات العليا بالنسبه للتفكير. وانا طبعا هنا زي ما بقول لك ان انا هقول، ولكن من صلب المنهج يعني. ايهما افضل: اتباع نظام الزراعه الكثيفه ام الزراعه التجاريه في المزارع الواسعه المساحه؟ فهو اداني هنا الاجابه. هو عايزني بقول هل هي زراعه كثيفه ولا زراعه تجاريه في المزارع الواسعه. طبعا طالما جبت سيره زراعه او مزارع واسعه، هيبقى الافضل طبعا اتباع نظام الزراعه التجاري. طبعا لان الزراعه التجاريه بتزرع في مناطق واسعه، بستخدم فيها الات حديثه في عمليه الزراعه، بتخصص فيها محصول واحد ويبقى انتاج ضخم من المحاصيل الزراعيه، والهدف منها الانتاج الانتاج التجاري. انما الزراعه الكثيفه بتتم في مناطق محدوده، بتتم في عمليات متعدده،
الزراعة الكثيفة هنا ضيق مساحة الأراضي، وطبعا الهدف منها الاكتفاء الذاتي دون وجود فائض للتصدير. فبالنسبة للسؤال ده، لا، أنا عندي الزراعة التجارية هي هتبقى الأفضل. ده لو عندي مساحة واسعة. إنما لو قال لي مساحة أو اللي هي في المزارع ضيقة أو في الحقول الضيقة، طبعا عمرها ما تنفع زراعة زراعة تجارية. يبقى هنا بكمل السؤال بتاعي لغاية الآخر علشان السؤال نفسه بيكون فيه الإجابة بتاعتي. طيب، حدد تقييمك لمصداقية العبارة التالية: هل يمكن التوسع في زراعة المطاط في جميع قارات العالم؟ هروح باصص كده، المطاط ده هو بزراعة ايه؟ محصول ايه؟ هل هو يزرع في المناطق الحارة، ولا يزرع في المناطق المعتدلة، ولا يزرع في المناطق الباردة؟ فطبعا هنا المطاط بيزرع في مناطق الحارة، في الاشجار الاستوائية. طيب، الغابات الاستوائية هي موجودة فين؟ هل موجودة في اسيا؟ موجودة في اسيا. طب موجودة في افريقيا؟ تمام. موجودة في اوروبا؟ لا. موجودة في امريكا الشمالية؟ لا. موجودة في امريكا الجنوبية كمناخ استوائي؟ موجودة في استراليا؟ لا. يبقى يمكن التوسع في زراعة المطاط في جميع قارات العالم. أقول له طبعا هذه العبارة غير صحيحة، لأن المطاط هي من الأشجار الاستوائية تحتاج لحرارة عالية، ومش كل القارات فيها حرارة عالية. تمام. طبعا لأن مثلا زي أوروبا وزي أمريكا الشمالية مناخها معتدل وبارد، وطبعا ده عدم توفر شروط زراعة المطاط دي. السؤال العاشر: أيد بالأدلة. اثبت، دلل، برهن. كل ديت حاجة واحدة. تؤثر مساحة الأرض الزراعية في اختيار نمط الزراعة المناسب. حلو قوي. أنا هنا بقول إيه؟ مساحة الأرض الزراعية، يعني لو كان عندي مساحة أرض واسعة يبقى زراعة تجارية. طيب، مساحة أرض صغيرة بسيطة، ماشي، هتكون إيه؟ هتكون كثيفة. صغيرة ومتباعدة هتبقى إيه؟ هتبقى بدائية. فطبعا هنا لما بستخدم يبقى تؤثر مساحة الأرض في اختيار نمط الزراعة. طبعا هنا البدائية، طبعا صعوبة استخدام الآلات. آه، هنا الزراعة البسيطة تتم في مساحات صغيرة. الزراعة الكثيفة أيضا تتم في مساحات صغيرة. الزراعة العلمية تتم في مساحات واسعة. يبقى اللي بيختلف معايا هنا بالنسبة للمساحة، هقول له هنا المساحة الواسعة بتتم فيها الزراعة العلمية والتجارية، أما المساحة الصغيرة ممكن تتم فيها الزراعة البسيطة أو الزراعة الكثيفة، على حسب أيضا احتياجي. طيب، ترتبط بعض الصناعات بالإنتاج الزراعي. طبعا عندي القطن يصنع منه المنسوجات، المطاط يدخل في إطارات السيارات، عندي قصب السكر ويدخل في صناعة السكر. أولى دول قارات العالم بقى إنتاجا للمحاصيل. هنا مثلا قارة آسيا بلاقي فيها إيه؟ ألاقي فيها قمح، ألاقي فيها قطن، ألاقي فيها مطاط. تمام. وطبعا تربية الأبقار هي أولى القارات في تربية الأبقار، خاصة طبعا الهند التي تبلغ إنتاجها 220 مليون راس من الأبقار. ولكن إنتاج الهند من اللحوم، أو أولى دول إنتاجا للحوم، الصين، وطبعا معظمها من لحوم الخنازير. أمريكا الشمالية هنا إنتاجها للذرة. الصين قمح وشاي ولحوم وأسماك وتربية أغنام. طبعا الهند هنا عندي الألبان وتربية أبقار. الولايات المتحدة تربية دواجن. البرازيل ألاقي إنتاجها قصب السكر. استراليا إنتاج الصوف طبعا بسبب توفر أغنام المارينو. عندي هنا القمح الصين وبعديها الهند. القطن آسيا، طبعا أمريكا الشمالية الثاني، أمريكا الجنوبية ثلاثة، وأفريقيا الرابع. المطاط آسيا طبعا بينتجوا في تايلاند، وأفريقيا بينتجوا في المنطقة الاستوائية على ساحل خليج نعم. طيب، لما تجيلي بعد كده مقارنات بأنواع الزراعة، فعندي مثلا الزراعة البدائية بتتم في مناطق صغيرة ومنعزلة، بتوفر احتياجات السكان من غذاء، بتحتاج لأيدي عاملة قليلة، عدد قليل من السكان، بنستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة، بتتم في المناطق الحارة على هوامش الغابات. المحاصيل اللي فيها زي اليام والذرة والموز والكساب. الزراعة الكثيفة هي زراعة الأرض بشكل
مكثف اكتر من مره في السنه وباكتر من محصول. الهدف منها استهلاك محلي فقط. بتحتاج لايدي عامله وفيره بسبب تعدد العمليات الزراعيه، بذر البذور والري وتنقيط الحشائش. صعوبه استخدام الالات بسبب ضيق مساحه الحقول الزراعيه. تتم في المناطق الحاره والمناطق المعتدله. هنا طبعا الزراعه البسيطه بتتم في المناطق الحاره فقط. طبعا الزراعه الكثيفه بتتم في المناطق الحاره المعتدله ذات الكثافه السكانيه، زي القمح والرز والقطن. الزراعة الواسعة أو الزراعة العلمية التجارية والعلمية بتخصص في محصول واحد، إنتاجها إنتاج تجاري ضخم، قلة الأيدي العاملة وقلة التكاليف. بنستخدم فيها الآلات الحديثة والطرق العلمية بسبب إن المزارع طبعا واسعة، وبيقل فيها زي ما قلنا استخدام الأيدي العاملة. المناطق الولايات المتحدة الأمريكية زي مناطق توطن أو زراعة القمح ونطاق القطن. في جنوب شرق آسيا المطاط والشاي، وأوروبا طبعا زراعة القمح. أهم محاصيل هنا القمح ومطاط وشاي. طيب بعض المحاصيل الاقي مثلا قصب السكر والبنجر. الاثنين هنا قصب السكر ده المحصول الاول الاساسي لانتاج السكر، البنجر المحصول الثاني. القصب بيحتاج درجه حراره عاليه وكميه ميه وفيره، البنجر لا بيحتاج درجه حراره معتدله، ولذلك هنلاقيه في فصل الشتاء وتربه زراعيه ملائمه. هنا القصب في المناطق المداريه في معظم قارات العالم ما عدا اوروبا. هنا طبعا ده بيزرع في اوروبا. هنا اولى دول العالم البرازيل، وهنا اولى دول العالم بالنسبه للبنجر فرنسا. القمح والذره. هنا القمح غذاء رئيس الانسان، يصنع منه الخبز والمكرونه والحلويات. هلاقي اولى قارات اسيا واولى دول الصين. الذره حبوب غذائيه مهمه تستخدم كعلف للماشيه. القارات امريكا الشماليه والولايات المتحده الامريكيه. بالنسبه للمطاط والشاي وهي من المحاصيل الصناعيه والتجاريه، هلاقي هنا طبعا المطاط بيدخل فيه صناعات كتيره، منها طبعا اطارات السيارات. عندي بيتم في مناخ استوائي، اولى القارات اسيا واولى الدول تايلاند. الاقي هنا الشاي هو مشروب اساسي بالنسبه للانسان، تربه خصبه خفيفه، مناخ حار، هواء رطب، ومطر غزير. واسيا الاقي طبعا اولى الدول عندي الصين. طيب يبقى